ابطال العالم في الشطرنج الحلقه الرابعه، وبطل حلقتنا بتاع النهارده هو الكسندروفيتش الخين. No, frankly, I think the ideal chess player is born. هو لاعب روسي كسب بطولة العالم من كازابلانكا سنة 1927 بعد ما كسبه في 6 لقاءات وخسر 3 وتعادلوا في 25 مباراة علشان يبقى البطل العالم الرابع للشطرنج. وجايب لكم مباراة ليه اتلعبت في 1933، كان الخين هو اللي بالقطع البيضاء، كان بيلاعب واحد اسمه هولشر هو اللي كان بالقطع السوداء، وكان اخر نقلة للخين لعب البدأ بتاعه في الاتش 4. بعد كده الاسود راح رادد عليه ولعب البدأ بتاعه في الاتش 6 مهدد الفيل، فالخين طنش التهديد ده وراح لعب الحصان بتاعه في الدي 5. وفي الوضعيه دي الاسود قبل التضحيه بالفيل اللي موجوده في الجي 5 واكل الفيل ده بالبدأ. ساعتها الخين راح اكل الفيل اللي موجود في الاي 7 عامل تشيك للملك، في الوقت ده راح اكل بالوزير. بعد كده الخين راح اكل البدأ اللي موجود في الجي 5 عامل تهديد على الحصان. الحصان يقدر يرجع هنا، يقدر يرجع هنا، يقدر يرجع هنا، او يقدر ياكل البدأ اللي موجود في الاي 4. ساعتها الوزير ما يقدرش ياكل بسبب حمايه الوزير، بسبب حمايه الفيل، وفي نفس الوقت في افكار اللي هو ياكل البدأ اللي موجود في الجي 5. فالخين راح حمل البدأ ده وراح لعب الطابيه بتاعته في الاتش 5. فالاسود راح طلع بالوزير بتاعه في الاي 6. الخين راح لعب الطابيه بتاعته في الاتش 1 مهدده اللي هو هيكسب بتشيك ميت. ازاي تقدر تمنع ده؟ مفيش غير نقله واحده بس، غير اللي انت تقدم البدأ بتاعك في الاف 5 خطوتين، علشان لو عملت تشيك بالطريقه دي ساعتها الملك يقدر يهرب. فالخين شاف ده، شاف اللي هو لو لعب الطابيه بتاعته هنا يعتبر يخسر الجيم عشان الملك هيهرب، فلعب نقله بريليانت موف من الوضعيه دي، لعب الحصان في الاي 5. نقله صعبه جدا، اي نقله غير نقله الحصان في الاي 5 هتعتبر هتخسر الابيض الجيم، علشان هو في الوقت ده مهدده اللي هو يكسب بتشيك ميت. منع ان الملك يتحرك هنا، فما قداموش غير اختيارين، اول اختيار اللي هو ياكل بالوزير، ثاني اختيار اللي هو ياكل بالبدأ. في المباراه الحقيقيه الاسود اكل الحصان ده بالبدأ مهدد اللي هو ياكل وزير، بس الابيض هو اللي هيكسب بتشيك ميت بعد 5 نقلات، علشان اول نقله هيلعبها هي الجي 6. مهدده اللي هو يكسب بتشيك ميت في نقله واحده بس ما بتتحلش، غير اللي انت تاكل البدأ اللي موجود في الجي 6. في الوضعيه دي الخين هيروح لاعب السي 4 يعمل تشيك للملك، لازم تغطي بالفيل هيتاكل، هتغطي بالوزير هيتاكل، لما تغطي بالطابيه مش هتاكل هتكسب بتشيك ميت. تمام، ده اول اختيار اللي هو لو كان اكل بالبدأ. طيب هو لو كان اكل بالوزير ساعتها هتاكل الوزير ده. هو عنده هنا اختيارين، ياكل الوزير ده بالبدأ، ساعتها هيروح الابيض مقدم البدأ بتاعه في جي 6 يخسر بتشيك ميت ما بتتحلش، فكر في اي نقله الاسود مفيش اي حاجه تمنع التشيك ميت اللي هتحصل في الاتش 8. والاختيار الثاني اللي هو ما ياكلش الوزير ويهرب بالملك، وساعتها الجيم هيطول شويه والابيض هيفضل ياكل بقى في البادئ ويفضل يعمل تشيك للملك. تمام، فده الاختيار الثاني. في ناس هتقول لي ان تضحيه الحصان ملهاش لازمه، طب ما احنا هنعمل نفس التكنيك ده اللي احنا نقدم البيدق مهددينه اللي احنا نكسب بتشيك ميت ما بتتحلش في الاتش 8 صح؟ لو هو اكل بالبيدق ساعتها انت هتعمل تشيك، هيغطي هو بالفيل وبعد كده يغطي بالوزير صح؟ هقول لك غلط، علشان البيدق ده دلوقتي موجود، اللي موجود في الدي 6 هيقدمه في الدي 5 مهدد اللي هو يكسب الوزير، البيدق ده محمي عن طريق الفيل، ساعتها انت مش هتعرف تكسب بتشيك ميت والافضليه هتروح للاعب الاسود.